يا مساء الفل والجمال. اهلا وسهلا بيكم، معاكم نهلة وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة انا حابة اخدكم معايا ونسافر شوية بعقولنا وقلوبنا ونسأل نفسنا سؤال بسيط في الشكل لكنه عميق جدا في المعنى. ماذا لو كنت شخصا آخر؟ مش شخص ناجح أكتر ولا غني أكتر ولا حتى أجمل، بس شخص مختلف في التفكير، مختلف في المشاعر وحتى في نظرة الحياة كلها. كل واحد فينا بيشوف الدنيا من خلال نظارته الخاصة، نظارة اتكونت من سنين الطفولة، من مواقف اتألمنا فيها، ومن فرح صغير كبر جوانا، ومن جرح عدى وساب أثر. بس لو في يوم لبست نظارة غيرك، نظارة شخص عمرك ما فهمته، أو شخص زعلك مرة، أو حتى شخص انت شايفه غريب عنك، هل كانت الصورة هتفضل زي ما هي ولا كانت هتتغير بالكامل؟ التجربة دي مش سهلة، لكنها ممكن تغير الطريقة اللي بتشوف بيها الناس والحياة. وانت بتتخيل ده، اسأل نفسك، هل في حد في حياتك بتحكم عليه بسرعة؟ هل في شخص مختلف عنك دايما ومش قادر تفهمه؟ جرب تشوفه بنظارته مش بنظارتك انت. وهنا لازم اقولك على حاجة مهمة جدا. العالم هوارد غاردنر قدم نظرية اسمها الذكاءات المتعددة، وقال إننا مش كلنا بنفكر ونفهم الحياة بنفس الطريقة. في اللي ذكي لغويا أو اجتماعيا أو حتى حركيا. يعني ممكن حد يكون بيتصرف بطريقة انت شايفها غريبة لكنها منطقية جدا بالنسبة له، لأن عدسته مختلفة، وده بيساعدنا نكون أقل حكما وأكثر فهما. في ناس بتبان باردة بس هي في الحقيقة مجروحة من كتر الرفض، وفي ناس بتضحك كتير بس هم بيهربوا من وجع ساكن جواهم، وفي اللي دايما بيهاجمك بس هو أصلا بيتخانق مع نفسه. كل تصرف غريب وراه قصة، وكل شخص ما فهمتوش وراه حياة انت ما عشتهاش. في كمان نظرية في علم النفس حابة أوضحها لكم، اسمها تأثير النقطة العمياء في التعاطف، واللي بتقول إننا أحيانا مش بنقدر نتخيل مشاعر غيرنا في وقت الألم، لأننا مش حاسين بنفس الضغط اللي هو فيه، وده بيخلينا نكون قاسين في أحكامنا وننسى إننا لو كنا في نفس ظروفه ممكن نكون أسوأ. اسأل نفسك، لو كنت مكانهم هل كنت هتتصرف أحسن منهم ولا يمكن كنت هتبقى أضعف؟ التعاطف مش معناه إننا نبرر كل شيء، لكن معناه إننا نحاول نفهم قبل ما نحكم. وده مش معناه إنك تلغي نفسك، لا، بس على الأقل تكون أهدى وأحن في ردة فعلك. فكرة إنك ممكن تكون حد تاني تماما بيفتح باب الرحمة والتقبل. مش لازم نكون شبه الناس، لكن مهم نبقى قادرين نشوف الدنيا بعيونهم ولو لمرة واحدة بس. الوعي ده بيخلينا أكثر إنسانية وأقل قسوة في ردود أفعالنا. الحياة مش أبيض وأسود، فيها ملايين الدرجات اللي بين الاتنين، بس محتاجين نشوفهم. وكل مرة بتحاول تفهم غيرك انت بتفهم نفسك أكتر، وده أجمل ما في الرحلة. وفي الآخر انت مش مضطر تعيش حياة تانية عشان تفهم غيرك، لكن ممكن تحاول تشوف الحياة من منظورهم، وده كفاية عشان تغير حاجات كتير جواك. جرب تعيش يوم تفكر وتتكلم وتقرر كأنك حد تاني، وارجع لنفسك بعدها بس بعين جديدة وقلب أهدى.
ونصيحتي ليك في الحلقة دي، قبل ما تحكم على حد اسأل نفسك، لو كنت مكانه هل كنت هتعمل زيه؟ الرحمة مش ضعف، دي أعلى درجات الفهم والنضج. وخليك دايما فاكر، مش لازم نعيش عمرنا كله بنفس النضارة. غير العدسة، يمكن تشوف الحياة بألوان أجمل. وفي النهاية، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، وتابعوني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. واشوفكم الحلقة الجاية.